ازيكم؟ انا مازن عادل ايكي عبقرينو من قناه عبقرينو. دي حلقه جديده من حاجات قبل البودكاست. عايز اتكلم معاك واقول لك، هل الذكاء الاصطناعي هيجي مكانك ويخليك قاعد في البيت ما تشتغلش زي ما الناس بتقول الذكاء الاصطناعي يستبدلك؟ وشفت انت فيديوهات كتير بتتكلم عن كده. انا كنت المفروض ان انا هعمل الفيديو دوت كميني بودكاست واتكلم مع ناس ونقعد بقى في حلقه طويله نتكلم واجيب كذا حد في مجالات كتير واسالهم في الحوار دوت وكده. ولكن غيرت الفكره وقلت ان انا هعمله على كذا فيديو واقول لك هل الذكاء الاصطناعي هيستبدلك في مجال كذا. المره دي احنا هنتكلم عن الديزاين. هنروح للانترو ونرجع وافهمك الدنيا ماشيه ازاي. بعد الانترو الجامده جدا اللي انت شفتها، احنا دلوقتي يعني مش هنتكلم على ميد جيرني او ستيبل ديفيوجن اللي هم اتحرقوا كتير على النت. الاول هنتكلم عن حاجه اسمها مايكروسوفت بينج. انت اكيد سمعت عن مايكروسوفت بينج لان ده محرك بحث من المحركات اللي بتنافس محرك بحث جوجل. طبعا مش كله بيستخدمه بس هو حلو يعني في حاجات وكده، وبعد التطوير بيعمل حاجات جامده جدا. واللي احنا هنتكلم عنه النهارده اللي هو الايمج كرييتور بتاعهم، ده تطور رهيب لمايكروسوفت ومحرك البحث بتاعها هينافس ميد جيرني، وهنشوف الكلام ده دلوقتي. طيب هل محرك البحث دوت هياخد مكاني؟ هل ميد جيرني هياخد مكاني؟ هل ستيبل ديفيوجن هياخد مكاني؟ بص، الحوار ده مستحيل ياخدوا مكانك، ولكن انت ممكن تستغلهم في ان هم يساعدوك في الحاجه اللي انت بتعملها. يعني ممكن تقول لمحرك البحث او ميد جيرني او ستيبل ديفيوجن اعمل لي كذا، وتاخده كسكتش ليك عشان مثلا تكريت لوجو من عندك، او ان انت تعمل دمج الصوره بصور تانية. فانت محتاج ان انت يكون معاك حاجه مثلا مش قادر توصل لها، فتخلي المحرك البحث او ايا كان اللي انت بتشتغل عليه يرسمها لك عشان تقدر تستخدمها عندك وهكذا. لكن هو مش هياخد مكانك. ليه مش هياخد مكانك؟ تعال اقول لك تجربه للحوار دوت وتشوف. عندك هنا ده شكل الاداه في محرك البحث. هنا انت ممكن تكتب البروموت بتاعك عشان تخليه كريت لك، وهنا تشوف الايدياز المعموله، وممكن هنا تشوف الكرييشنز مثلا بتاعتك اللي انت عملتها قبل كده. دي حاجه انا عاملها قبل كده وهنرجع لها دلوقتي واقول لك ايه الكلام. مثلا انا عجبني دي، بتدوس عليها تمام بيفتح لك صفحه تانية وبيقول لك ايه البروموت بتاعها عشان لو انت عايز تستخدمه. ممكن تعمل شير، تعمل لها سيف داونلود، وتشوف لو عايز تعمل فيدباك وكده. يعني ايه تاني موجود؟ هتلاقي عندك هنا المكان اللي تكتب فيه البروموت، بيقول لك ان هو بياخد منك 30 ثانيه لان مش بيتعمل بسرعه، لكن لو عايزه تعمل اسرع بتستخدم النقط ديت عشان تخليه يبقى اسرع من كده. طبعا النقط دي ممكن انت اصلا تزودها عن طريق ان انت اصلا تستخدم محرك البحث، يعني وتجمع حاجات هنا عشان تقدر تاخد نقط زياده. ده اللي انا فهمته منها. يعني هنا ممكن تعمل كرييت او سربرايز مي. كرييت دوت انت تكتب البروموت بتاعك وتعمل كرييت ويطلعه لك بالشكل اللي انت عايزه. سربرايز مي هو بيكتب لك البروموت وانت تتست عليه. طبعا انا هعمل سربرايز مي ونشوف هو هيعمل ايه. هنا بيقول لك اكيوت هابي شي بقى مش عارف ايه كذا 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 كذا، ماشي، وعايزها تبقى ديجيتال ارت. هتدوس على كرييت، هيقول لك استنى شويه بس يا صاحبي عشان ايه باخد وقت يعني انا وبس اخلصها واقول لك على طول. هنستناه لحد ما يخلص الحوار دوت. ادي عمل لك الصوره. احنا لو جينا خدنا البروموت دوت واشتغلنا بيه على ميد جيرني هنشوف هل هيطلع نفس الكواليتي دي ولا لا. طبعا هنا مطلعهم بشكل جامد جدا جدا جدا. فتعالوا نبص ميد جيرني مثلا، هندوس على ايماجن ونحط نفس البروموت ونشوف هيطلعه هو او يعني بشكل كويس ولا لا، ونقارن ما بينهم واقول لك فعلا هل هياخد مكانك ولا لا. طبعا انا قلت من بدري ان هو مش هياخد مكانك، بس انا برضو ايه عايز اكد لك ان هو لا. يعني انت اصلا صوره زي كده مش هينفع انت تستخدمها في السوشيال ميديا او تستخدمها كلوجو ليك او كده، لان هي ما زالت مش 100% دقيق. فاحنا هنستنى لحد هنا ما يخلص، وممكن برضو نكتب احنا حاجه من عندنا ونشوف مثلا هو هيعملها ازاي. ممكن مثلا الفا ميل ان دارك ستريت وتدوس على كرييت ونشوف هل هيطلعها لي ولا لا. ممكن نشوف دي عمل الصورة فرق واضح والكواليتي هنا احلى بكتير، ولكن برضو هتلاقي ان في اخطاء وحاجات بتطلع، فتضطر ان انت اصلا تقعد تedit برضو الصوره بحيث ان هي ما تبانش كده. يعني مثلا الودان ديت طالعه فانت ممكن تشيلها في الصور وكده عشان يعني الموضوع مش كده. يعني هنا الالفا ميل اهو بالظبط عملها لك الالفا ميل دارك ستريت والديجيتال ارت. ممكن ناخد ده برضو ونروح نشوفه هل هيبقى مظبوط
نفس الشكل يعني او حاجه كويسه ولا لا. نسيبه يخلص بعد كده نرجع تاني. بعد ما خلص الصوره تيجي نشوف شكلها، هتلاقي شكلها عامل كده على عكس الصوره الثانيه. يعني انا ممكن اقول ان الصوره بتاعت بينج كويسه اكتر من الثانيه، يعني دي شكلها اجمد عن اللي اتعملت هنا. مثلا لو اختار من هنا صوره، اختار اللي هي الصوره الرابعه او الصوره الثالثه اقصد. الصوره دي جامده جدا مناسبه ليا يعني، والصوره دي من الحاجات الحلوه اللي مايكروسوفت عملتها. هل انا ينفع اعمل زي ميد جيرني واحط لينك وابدا ان انا اخليه يرسم لي الصوره عن طريق اللينك دوت، يعني مثلا صورتي او حاجه زي كده؟ حاجه زي كده لسه مش متوفره، بس لو عملوها في المستقبل تبقى حلوه جدا. ومعاك اصلا مايكروسوفت بينج مفتوح مجاني على طول، مش زي ميد جيرني بيقول لك 25 مره وبعد كده خلاص على كده انسى ان انت تستخدمه اساسا يعني، وتعرف تطلع صور. فهل الذكاء الاصطناعي في الديزاين هيستبدلك؟ لا، هو هيساعدك، ما تتضايقش وكده يعني. اعمل لايك وشير وسبسكرايب وعرف اصحابك بالفيديو، وقول لهم ان الذكاء الاصطناعي مش هيستبدلنا ولا حاجه، احنا لسه زي ما احنا يعني، وظبطنا ودلعنا بالديزاينز بتاعتك ونزلها يا عم عشان احنا نقعد نتفرج ونتبسط بيها. وممكن تيجي على تويتش هتلاقيني بعمل ستريمات حلوه، وتدخل في ديسكورد احنا بنقعد كل يوم بنتفاعل مع بعض ونعمل حاجات حلوه. هتلاقي اللينك في الديسكربشن، سواء ديسكورد وسواء تويتش. اشوفك في فيديو جديد. هل الذكاء الاصطناعي هيستبدلك في حاجه جديده ولا لا؟ سلام.